السلام عليكم اخوات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم املو، طلبيات ديال املو بالنسبه للاخوات اللي باغيين يديروا هكا كمشروع في المنزل ديالهم. اليوم غادي نعطيكم جميع التفاصيل ان شاء الله باش غادي ديروه، وباش يعني كيفاش الطريقه ديال البيع، كيفاش الطريقه باش تخدموه من المنزل ديالكم، الطريقه اللي هي اقتصاديه. الطريقه ديال املو الاقتصادي اللي كنديروا هكا كمشروع من المنزل ديالنا، وكندفعوا مالين الحوانت مالين المحلات الكبار، يعني اللي يبيعوه في المحلات ديالهم. هذه هي الطريقه ديالو باش كيجينا اقتصادي. الا كنتو غادي ديروه منكم الكليان، هنايا كتفهموا على النوع ديال الكاوكاو على حسب الجوده، وعلى حسب النوع ديال الزيت، واش زيت الزيتون ولا زيت نباتي، باش كتعرفي الثمن اللي غادي ديري مع الكليان ديالك. غادي نعطيكم الطريقه وعبار يكون مضبوط باش تحسبوا الارباح ديالكم وتعرفوا شحال، يعني شحال دخل لكم هاد املو، وشحال ربحتوا فيه وشحال خسرتوا فيه. بالنسبه خديت هنايا 2 كيلو ديال الكاوكاو، نقيته من قبل وحيت منه دوك الشوائب اللي كيكونوا فيه. درت معاه ايطر ونص ديال زيت نباتي، شلت عليه النار ونقصت عليه مزيان. كنديرو على نار تكون مهيله، وكنخليوه حتى كيتحمر على خاطرو. بالنسبه هو راه دغيا، يعني الا متسهوش عليه، الا سهيتو عليه راه دغيا كيتحمر قبل ما كيكون اللون ديالو مذهب. صافي كنحيدوه من فوق النار وكنخليوه حتى كيبرد. ديك الساعات كنصفيو الزيت من كاوكاو وكنطحنوا كاوكاو بوحدو، وعاد كنخلطوه مع الزيت. بالنسبه لهاد الطريقه هذه اللي كيديروها الاغلبيه ديال الناس في المنازل ديالهم. اما الطريقه الثانيه الاقتصاديه، يعني الناس اللي كيخدموا الكميه اللي هي كبيره بزاف، الناس ديال الجمله اللي كيفرقوا على المحلات، كيحمروا الكاوكاو في الفران ولا في هذيك القلايه كتكون كبيره بزاف، يعني كيديروا فيها كميه اللي هي كبيره، ومن بعد كيطحنوه وكيخلطوا مع الزيت نوار الشمس. هذه هي الطريقه ديال الناس اللي كيديروا صحاب الجمله. بالنسبه غادي نجاوب واحد السيده خلات لي واحد التعليق في الفيديو السابق اللي كنت درت، املو اقتصادي ديال الناس اللي كيدفعوا هكا المحلات، ودرت فيه زيت نوار الشمس. قالت لي علاش درتي زيت خضر، يعني ما طيبتيش؟ راه اختي هذه هي الطريقه اللي كيديروها بزاف ديال الناس اللي كيصايبوا املو اللي كيكون كتير هكا، كميه اللي هي كبيره بزاف، وكيفرقوه على المحلات. يعني املو السواقي راه هذه هي الطريقه ديالو اللي حطيت لكم. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يخدموا هكا مشروع من الديور ديالهم. اما بالنسبه للاخوات اللي غادي يديروه للمنزل ديالهم، هما راه عارفين اش من نوع الزيت غادي يديروا. يعني اللي باغيين يديروا زيت الزيتون راه كيديروها، اللي باغيين يطيبوها راه كيطيبوها، يعني هادشي راه معروف. بالنسبه للطريقه اللي وريت في داك الفيديو، راه الطريقه ديال الناس اللي يعني اللي كيدفعوا للمحلات. صافي هنايا من بعد ما درت كاوكاو في الطحانه غادي نطحنو مزيان. هنايا غادي نزيد زنجلان كيبقى اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ماشي مشكل. المهم هنا درت واحد الكاس تقريبا ديال الزنجلان يكون محمر. بعض المرات كندير حتى زريعه الكتان حتى هي كنديرها. صافي كنطحن الكل مزيان. كتضيفوا حتى السكر كلاصي الا بغيتو، ولا السكر سنيده. بعض المرات كندير سكر كلاصي، بعض المرات كندير العسل، المهم على حساب. صافي هنايا غادي نزيد معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال النافع يكونوا مطحونين. والزيت فاش طاب كاوكاو كنزيدها يعني اطرو ونص ديال الزيت. هذه هي الكميه اللي درت وغادي نزيد عليهم العسل. تقريبا هنايا درت نص كاس ديال العسل، نتوما كديروا العسل على حسب الذوق. وهنا درت شويه ديال الملحه. صافي غادي نخلط كلشي. من بعد غادي ندير الميكسور. من الاحسن ديروا الميكسور باش كيطحن لكم كلشي مزيان، ولا ديروا الخلاط الكهربائي على حساب المتوفر. صافي كتخلطوا املو ديالكم مزيان حتى كيتخلط. ومن بعد غادي تاخذوا شويه ديال الكاوكاو، تقريبا واحد الكاس ديال الكاوكاو ولا زلافه صغيره هكا، كديروها في الهاجوار حتى كطحن شويه. وكتزيدوا على املو ديالكم. من بعد ما كدوزوا ديروا الميكسور، عاد كتزيدوا
الكاوكاو اللي هرمشتوه في الهجبار، حيت كاينين بعض الناس كيبغيو هكا كيلقاو فيه دوك الحبيبات ديال الكاوكاو، كاينين اللي كيبغيو يكون مطحون مزيان. المهم على حسب الاذواق، كل واحد والذوق ديالو. اما بالنسبه للقراعي، بالنسبه للناس اللي غادي يسولوا فين غادي يلقاوهم، كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات، كيتباعوا جمله ولا حتى بالتقسيط. يعني نتوما الا كنتو عاد غادي تبداو ديروا مشروع ديالكم، راكم كتشريو غير واحد 10 الحبات تقريبا هكا، حتى كتشوفوا المشروع ديالكم واش نجح ولا ما نجحش، وكتجربوا يعني كتاخذوا تجربه. وديك الساعات عاد كتاخذوا قراعي بالجمله، يعني كتشريو باكيه كتكون كبيره، كتكون فيها 60 حبه. الثمن ديالها تقريبا الا شريتوها جمله راه كتقام عليكم درهم للحبه. يعني انا كنشري هاد الباكيه هادي كتكون فيها 60 حبه، كتقام عليا ب60 درهم. اما بالتقسيط راه غادي تقام عليكم بكثر. اما بالنسبه للوزن، فهاد النوع هذا كيهز ليا 400 غرام ديال الاملو. كاين واحد النوع اللي كيهز 500 غرام، نص كيلو، هادو كيهزوا 400 غرام. اما بالنسبه للثمن البيع، فانتم كتبيعوا على حساب المحيط ديالكم وعلى حساب مول الحانوت اللي غادي تدفعوا ليه. انا هادو كندفعهم ب 350 ريال للقرعه، باش كندفعهم لمول الحانوت 17 درهم ونص. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش هكا يحسبوا بالريال، المهم انا عطيتكم جميع التفاصيل باش نتوما يعني تعرفوا كيفاش تسيروا المشروع ديالكم وكيفاش تنجحوه. وهو كيبيعهم ب20 درهم للحبه، يعني كيبيعهم ب20 درهم للقرعه. هادوك ديال نص كيلو هادوك راه كيتباعوا ب25 درهم، هادوك الثمن ديالهم راه باين. اما بالنسبه لهاد لي تيكي هادو، الناس اللي غادي يسولوا فين غادي نلقاوهم، تمشيو لاقرب مطبعه عندكم وكتعطيوهم المعلومات اللي بغيتو، مثلا النمره ديال التليفون، مثلا المكونات اللي عندكم هنايا في املو، السميه ديال المشروع ديالكم، وهما كيخرجوهم لكم. بالنسبه للثمن، الى عقلت تقريبا 10 ريال للتيكي، 10 ريال على حساب. الا كانت كبيره راه كتاخذ الثمن بزاف، الا كانت يعني التيكيت صغيره راه كتقام عليكم رخيصه شويه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم، وما تنساونيش من الدعم ديالكم، اشتراك في القناه ولايك الفيديو، بارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.